ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. ما تيجوا نعمل حاجة حلوة تطري على قلبنا كده. ناكلها مع كوباية شاي، نسكافيه، شوية عصير، حاجة كده تفرح الولاد في الأجازة. وتعالوا نعمل طريقة الجاتو شاتو. ايه رأيكم؟ يلا بينا. ان شاء الله هعملها بطريقة سهلة وهتقومي تعمليها ومش هتاخد منك وقت. اول حاجة بس عندنا هنضرب الكريم شانتيه. انا كنت جايبة 3 اظرف من دريم وضربتهم كده. بصي حطي معيار المية شوية بشوية، ما تحطيش المية كلها مرة واحدة، علشان تحاولي بقى تشوفي انت تظبطيها القوام اللي انت عايزاه، اذا كان تقيل ولا خفيف. ويستحسن طبعا ان هو يبقى تقيل. ضربناه كويس كده وهنحطه في التلاجة يبرد. بس وده شكله معانا اهو. هحطه بقى في التلاجة. وتعالوا بقى نعمل صوص الشوكولاتة اللي بيبقى على الوش. صوص الشوكولاتة بقى هيبقى عبارة عن نص كوباية سكر، هنحط عليها نص كوباية من الزيت. بصوا، ولازم الزيت بقى يبقى نضيف كده. ولو عايزة تستبدلي الزيت بزبدة برضو يبقى طعمه هيبقى احلى. وهنحط نص كوباية كاكاو. عايزة تستعملي كاكاو خام براحتك، عايزاه انا استخدمته محلى بدل ما يعني استعمل الخام، بيبقى فيه مرارة شوية فما بحبش طعمه. وكوباية الحليب. وهنضرب كل ده بالمضرب او في الخلاط، قلبيه بس كده علشان البودرة. ويلا نضربه بقى اي ضربا مبرحا. وطبعا في الوقت ده لقيت بقى ايه؟ الكثير والكثير من الطرطشة حواليا في كل مكان، بس انا ولا يهمني. بصوا بقى الصوص بقى عامل ازاي. هنحطه في التلاجة او هنسيبه بره على الرخامة كده لحد ما نعمل الكيكة بتاعتنا. وطبعا انا وانا شغالة كده كنت مسخنة الفرن، مشغلاه على درجة حرارة عالية لحد لما اضرب الكيكة. هنا بقى انا قررت ان انا عشان ما اقفش كتير في الحر، فانا هجيب الكيكة الجاهزة دي. جبتها من كوكس، وعايزين بقى نشوف هتطلع حلوة ولا لأ. كان ممكن نعمل، انتي ممكن لو عايزة تعملي الكيكة المكونات اللي انتي متعودة عليها اعمليها، بس انا قلت اختصر الوقت عشان ما اقفش كتير. انا جبت 2 علبة من كوكس. وحطيت على العلبة الواحدة عليها 3 بيضات، نص كوباية حليب، ونص كوباية من الزيت. طبعا انا هنا شغالة مقدارين. هقلب بقى كده ونبتدي نضرب وننزل الزيت واحدة واحدة. ممكن تضربي الزيت مع البيض وبعدين تنزلي واحدة واحدة بالخليط بتاع الكيكة، بس انا حطيت كله على بعضه. وهنزل الزيت واحدة واحدة، والحليب كمان برضو تنزلي واحدة واحدة. بالنسبة للكيكة بجد، انا كان اول مرة اجرب انا دايما بجيب المنتجات التانية، بس اول مرة اجيب كوكس. عجبتني جدا 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 بجد، كانت موفقة وسعرها كان اقتصادي، ما كانتش غالية. حلوة ان انتي لو انتي زهقانة وعايزة ومستعجلة وعايزة تعملي كيكة للولاد، حتى لو من غير ان انتي تزوقيها ولا حاجة. مجرد ان انتي بس جبتيها حطيتي على العلبة الواحدة 3 بيضات، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، وضربتيها حطيتيها في الفرن. بتاخد حوالي 40 دقيقة. بتطلع معاكي زي الفل وجميلة وسهلة.
انا قلت اختصر الوقت عشان ما اقفش في الفرن، يعني المطبخ برضو انتي عارفة الفرن بيبقى مخلي المطبخ سخن والواحد بيبقى عايز يعمل حاجة حلوة وفي نفس الوقت ما يتهلكش. فقلت افرح الولاد وفي نفس الوقت ايه، اريح نفسي شوية. بصوا ضربتها اهو، بصوا بتلمع ازاي. انا حطيتهم في صينية كبيرة، دي اكبر صينية عندي. هي العلبة الواحدة بتاخد صينية مقاس 26. انا هنا حطيت العلبتين، مكونات العلبتين. اوعي تسرحي بقى معايا. حطيناها لمدة 40 دقيقة. حطينا السكينة في النص، بصوا طالعة نظيفة ازاي. يبقى هي كده استوت. هي تحسيها عالية بس هي مش عالية، هي تمام يعني، مش واصلة لاخر الصينية وحلوة اهي. نستناها بقى تستهدى كده ونبتدي ننزل عليها الكريم شانتيه ونبتدي نزوقها. انا اول حاجة هنا خرمتها وسقيتها بكوباية لبن، وكوباية اللبن دي كنت حاطة عليها ظرف فانيليا. معاكي لحد كوبايتين لبن تسقي الكيكة بتاعتك. انا اكتفيت بس بكوباية لاني عايزاها يبقى فيها قطمة كده وانا بعملها. بعد ما اتشربت الحليب ننزل بقى الكريم شانتيه بتاعنا. طبعا كان بارد والكيكة بتاعتنا كمان كانت استهدت. ونبتدي نفرد الكريم شانتيه بتاعنا بظهر معلقة، سكينة، لو عندك اي حاجة تفردي بيها، وواحدة واحدة كده. انا كنت حاطة زي ما قلت لكم 3 اظرف، ال3 كفوا عملوا لي الصينية يعني بالملي، ما بقاش ما هدرش، ما فيش اي حاجة. سويتها بقى كده بظهر المعلقة، وهحطها شوية في الفريزر او في التلاجة تجمد شوية. الوش بتاعها انا حطيتها في الفريزر لحد ما الوش ده جمد، وبعدين طلعتها. ونبتدي بقى نحط الصوص الشوكولاتة بتاعنا. لو حسيتي ان صوص الشوكولاتة بتاعك تقل ممكن تنزلي عليه بمعلقتين حليب، معلقتين بس، ما تحطيش كتير، معلقتين حليب وبالشوكة كده وتضربيه بسرعة هتلاقيه رجع تاني فك. ما تزوديش الحليب عشان ما يخفش منك. بصوا صبيناه اهو. ايه رأيكم بقى على الجمال بقى؟ انا عايزة تشجيع، انا مش عايزة بقى ايه، مش عايزة تتفرجي وتسيبي الفيديو وتمشي، لا انا عايزة تشجيع كبير قوي. والله كنت عايزة اسيبها كده، والله شكلها كان حلو، كنت عايزة اسيبها بالمنظر ده، بس قلت لا خلاص خليني افرد الشوكولاتة على الوش. انتوا عارفين بقى الاطفال لما بيشوفوا شكل الشوكولاتة كده على الحاجة بيبقوا ملهوفين وعايزين ياكلوا منها ومبسوطين. الصوص برضو الكمية كفت ما شاء الله يعني بالملي. طبعا انتي لو عاملة عبوة واحدة بس من الكيكة يعني هتبقي محتاجة اقل من كده كميات، يعني صينية اقل، وطبعا الشوكولاتة هتبقى اقل، كل الكلام ده. سوينا بقى الشوكولاتة كده على الوش، بصوا المنظر شايفين. يلا متنسينيش بقى في اللايك والشير والتعليقات الحلوة وزي ما قلت لكم التعليقات عندي اهم حاجة عشان هي اللي بتشجعني اقوم واشتغل. الله اكبر وعظم. ايه رأيكم؟ يلا بقى نقطع حتة كده. انا طبعا كنت دخلتها الفريزر برضو حوالي ربع ساعة. يلا بقى نقطع كده ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. انا طبعا في اللحظة دي كنت متوترة جدا وعمالة اقول يا ترى هتبقى عاملة ازاي. بصوا بقى انتي بقى قطعيها بالشكل اللي انتي عايزاه، عايزة مربعات صغيرة، مربعات كبيرة، انتي وذوقك بقى. ايه رأيكم؟
هنطلعها بقى كده من الجناب، متسرحيش معايا، نطلع بقى قطعة كده ونشوف عاملة ازاي. بصراحة كانت جميلة وتحفة، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي رأيكم ايه. اسهل طريقة واسرع طريقة، انا ما حسيتش بصراحة وانا واقفة بعملها. بصوا بطلعها بالمعلقة صغيرة، خايفة عليها لان هي كانت هشة جدا. بصوا هطلعها دلوقتي بس في الطبق. ايه رأيكم؟ طلعت قطعتين اهوت. تعالوا بقى ندوقها ونشوف وقفتنا جت بفايدة وطلعت حلوة ولا لا. بصوا بقى، يلا نجيب شوكة بقى كده وندوق ونقيم بقى. يلا بقى ندوق. بصوا بتقطع ازاي، بجد كانت جميلة وما تفرقش حاجة عن الجاتو اللي من بره او التورتاية. بجد جميلة وتشرف قدام ضيوفك وقدام ولادك وتفرحهم. لحد هنا اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والشير، متنسوش بقى دعمكم الحلو. واستنوني الفيديو الجاي على خير، واشوف وشكم على خير، ومع الف الف سلام.